معاكم في برنامجنا على منصة اشتراك ولايك تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن اسلام صادق. يعني قلت لكم ده اسلام غير صادق، واحد بيحقد ويغل تجاه النادي الاهلي، قال عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا مرض نفسي. هو مش طبيعي، واحد بيعمل تعصب وفتنه في المصير ومنبع للتعصب فتنه في المصير. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. الاهلي عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا مرض نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب يسير الجدل بكلام بتاع فتنه وبيحب الترند واللقطه. طبعا هو كلام بشع عن النادي الاهلي، هو المحترم عن النادي، كلامه بينم عن التعصب فتنه في المصريه. طبعا هو كان كله كذب وافتراءات، النادي بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد يعني. طبعا اسلام صادق طبعا هو 100 وش بتراهم، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته. تلاسوا امنيه فوق مدلس وكذابه انه بيقرا وبيغل وبيحكي. والشر ما تجاه النادي الاهلي عملوا مشكله، عملوا عقده من السنين لانه بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا يعني فيديوكم بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحد والغير وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعالوا شوفوا معايا كده في الصفقات في اللعيبه اللي جت، في الصفقات يعني والله عايز اقول لك يا اسلام صادق او يا اسلامي غير صادق، الحقيقه ده يعني ده اكبر دليل يقول لكم يا جماعه ان هو ده ما ينفعش. يعني اللي هو الكذب اللي هو بيقول عليه اللي هو اعلامي محايد، ده اكبر اثبات يقول لكم ان هو اعلامي زملكاوي متعصب جدا، واحد بيحقد وبيغل تجاه النادي الاهلي. هو قلت لكم هو اسلام غير صادق، طلع بيقول ان على صفقات الاهلي بيقول عليها شو. تخيلوا، وبيقول على نفسه وبيكذب على الناس وبيكذب على نفسه، بيقول ان هو اعلام محايد، بيكذب على الناس وبيقول انا اعلام محايد، ويقول لك ويجي يقول لك صفقات الاهلي في الشو ويكذب على الناس ويقول لهم انا اعلام محايد. ده واحد اعلامي زملكاوي، ده واحد اسلام غير صادق، دايما بيقول الكذب دايما تجاه النادي الاهلي، فهو دايما على طول بيحقد وبيغل تجاه النادي. فعايز اقول لك يا اسلام غير صادق، لا ده يفضل وجعك ويفضل ورا خفيف ويفضل مجننك ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا اسلام صادق طبعا هو قلت لكم هو بيحب يسير الجدل بكلام بتوع تصفيتنا وبيحب الترند واللقطه. طبعا اسلام صادق طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. اسلام صادق اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استني في حلقه بكره من البرنامج العالمي. السلام عليكم. كل يوم رايح للاهلي انسى وارجع فرحان.